وبركاته. يا رب تكونوا في أحسن حال يا رب. حضراتكم تابعنا أفضل ملحمة على مستوى العالم العربي والمستوى العالمي، كأس العالم قطر 22. النهاردة كان في مباراة الأرجنتين ومباراة كرواتيا، مباراة الحقيقة ممتعة ممتعة، ومباراة كان فيها حماس كبير جدا جدا. وكان خلفت كل توقعات. الحقيقة المباراة بدأت المنتخب الكرواتي بدأ المباراة كان متماسك نوعا ما في بعض اللحظات في بداية المباراة، إنما كان سيناريو مفاجئ الحقيقة، وخصوصا في الشوط الأول الأرجنتين عرفت تسجل هدفين أمام دفاع كرواتيا. النهاردة دفاع كرواتيا كان سيء جدا جدا. النهاردة كان دفاع النهاردة سيء جدا، يعني قدروا يجيبوا هدفين في وقت قليل جدا الحقيقة. ودول يعني بعد ما الأرجنتين سجلت الهدف الأولاني ثم الهدف الثاني بدأت المنتخب الكرواتي يتراجع نوعا ما. كان المنتخب الكرواتي بادئ المباراة متماسك شوية نوعا ما، وكان ماسك كورة شوية أول ربع ساعة أو أول تلت ساعة، إنما بعد الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني وأمام هذا الدفاع السيء النهاردة المنتخب الكرواتي مش ده اللي عمل مباراة قدام المنتخب البرازيلي المباراة اللي فاتت، وقدر المنتخب الأرجنتيني إن يفتتح التسجيل في وقت كان أروع من كده مفيش الحقيقة. والنهاردة ليلة التانجو العظيم، ليلة ليونيل ميسي الحقيقة. يستاهل، عمل بطولة كبيرة جدا جدا. الأرجنتين عارفة تماما إن كان المنتخب الكرواتي هيبدأ يعني بتكتل نوعا ما، وقدروا النهاردة يعملوا وقدروا يفاجئوا النهاردة المنتخب الكرواتي الحقيقة أكثر من مرة. وكان سلاح النهاردة كان استغلت سلاح المرتدات النهاردة المنتخب الأرجنتيني. أما شفنا من خلال الفاريز النهاردة من أفضل اللاعيبة النهاردة من نجوم المباراة. الفاريز النهاردة نجم من نجوم المباراة، نجم صاعد واعد. قدر النهاردة يسرق الدفاع وقدر ياخد بيلين ركلة جزاء، وعمل خصوصا الشوط عمل مباراة كبيرة، وخصوصا الشوط الأولاني. وإنما بالنسبة للمنتخب الكرواتي النهاردة كان في تراجع وكان في استعجال النهاردة المنتخب الكرواتي، وعمل التكتل الدفاعي ما كانش مش زي مباراة البرازيل. النهاردة كان النهاردة المنتخب الأرجنتيني عرف ازاي يعدي ويخترق التكتل الدفاعي، طبعا عن طريق نجمه الأول ليونيل ميسي. مباراة كبيرة جدا 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 من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. وأنا شخصيا أقدر أقول أنا من أول مباراة للمنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب السعودي، رغم الخسارة أمام المنتخب السعودي، إلا إذا كان توقعاتي لمنتخب الأرجنتين هيوصل للنهائي. وفعلا والحمد لله توقعاتي جت في محلها. والنهاردة كان في نوعا ما كرواتيا استهانت بالمنتخب الأرجنتيني وفتحت زيادة عن اللزوم. النهاردة احنا بنشوف مساحات كبيرة النهاردة في وسط دفاعات المنتخب الكرواتي. النهاردة ما كانش ده موجود في مباراة البرازيل. لو كان المنتخب الكرواتي لعب او عمل نص اللي عمله قدام المنتخب البرازيلي ما كانش يستقبل اهداف بالطريقه النهارده دي. يعني هدفين ورا بعض في توقيت صعب جدا جدا. وطبعا التالت جه في الاخر النهارده بمهاره فرديه ولا اروع من النجم من ميسي، وعدى وقدر يخترق خط الدفاع الكرواتي النهارده. وصراحه يعني مباراه كبيره جدا 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 من جانب المنتخب الارجنتيني. النهارده ونيجي للجانب الكرواتي سوء تمركز، وعلشان كده الارجنتين استغلت بذكاء. اول حاجه الذكاء، وقفت الديفنس كويس النهارده المنتخب الارجنتيني خط الديفنس كان واقف كويس جدا جدا. مفيش غلطات كبيره اللي احنا نقدر نقول عليها المنتخب الديفنس بتاع الارجنتين غلط فيها، لا، واقفين صح. قدروا يستغلوا سوء التمركز للمنتخب الكرواتي وقدروا يعملوا مباراة كبيرة. كرواتيا كانت النهاردة هجوميا فقيرة جدا،
على المستوى الهجومي النهارده كرواتيا كانت فقيرة جدا، بتعتمد على مودريتش وبنياتو على الأطراف. عشان كده يعني قعدوا يرسلوا عرضية بس ما كانتش مفيدة. مفيش أي ابتكار، مفيش أي ابتكار النهارده المنتخب الكرواتي خالص. يعني اعتمادهم على العرضيات النهارده، وكان بيستغلوا وجود مودريتش. الحقيقة النهارده الراجل يعني ايد لوحدها ما تسقفش الحقيقة النهارده. انما الثنائي كوفازيتش وبروفازيتش كانوا دفاعيا سيئين النهارده وما كانوش ظاهرين. يعني النهارده الارجنتين لعبت النهارده بمباراة واقعية. الف مبروك للمنتخب الارجنتيني، هارد لك طبعا للمنتخب الكرواتي. لازم المنتخب الكرواتي في سابق المواعيد يعيد حساباته مرة تانية. لازم يعيد حساباته مرة تانية في اختيارات لعبته، وهارد لك للمنتخب الكرواتي. النهاردة مباراة عظيمة من جانب المنتخب الأرجنتيني، قدر إنه يخلص المباراة بهدفين مبكرين جدا جدا، ودول كان عامل رئيسي خصوصا في الهدف الأولاني، عامل رئيسي النهاردة في فوز المنتخب الأرجنتيني المباراة، وقدروا ينهوها بدري وينهوها خالص بالهدف الثالث اللي جه في النهاية. البطولة دي صراحة ميسي عمل مباراة عظيمة، وكل بطولة ميسي الحقيقة. واقدر اقول ان شاء الله باذن الله نستمتع بكرة باذن الله بمباراة المغرب ومباراة فرنسا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.